تلقى نادي برشلونة ضربة موجعة بعدما تعرض مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لإصابة خلال مواجهة سيلتا فيغو التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز مثير للبارسا بنتيجة 4-3 على ملعب مونتجويك. وشعر ليفاندوفسكي بآلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر خلال الدقيقة 77 ليطلب التبديل ويسقط أرضاً، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي بشكل فوري. وبحسب صحيفة آس الإسبانية فإن المؤشرات الأولية للإصابة داخل غرفة ملابس برشلونة تبدو سلبية، حيث يرجح أن اللاعب يعاني من تمزق في العضلة ذات الرأسين للفخذ، الأمر الذي قد يبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن 3 أسابيع في حال تأكد التشخيص. وفي حال تأكد غيابه فإن ليفاندوفسكي سيبتعد عن نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد المقرر إقامته السبت المقبل، إلى جانب غيابه المحتمل عن مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان يوم 30 أبريل. وفي خبر آخر، كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت عن توصل ريال مدريد ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاتفاق يقضي برحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري. وأوضح الصحفي رامون ألفاريز عبر راديو ماركا وقناته على يوتيوب أن وضع أنشيلوتي في ريال مدريد أصبح معقداً للغاية، خاصة بعد الإقصاء الأخير أمام أرسنال في دوري الأبطال، مشيراً إلى أن مسألة استمراره لم تعد مطروحة. وأوضح ألفاريز أن أنشيلوتي كان على علم منذ فترة بدخول إدارة النادي في محادثات مع تشابي ألونسو، موضحاً أن العلاقة التي تجمع المدرب الإيطالي بالنادي تتجاوز الإطار المهني، حيث يتمتع بحب واحترام كبير داخل أروقة الفريق. وأضاف الصحفي الإسباني أن القرار النهائي بشأن مستقبل أنشيلوتي قد حسم بالفعل، حيث تم التوصل لاتفاق ودي بين الطرفين، مع اتفاق مسبق على أن يكون رحيله بطريقة تليق بما قدمه للنادي، رغم أن المدرب سينفي الأمر في المؤتمرات الصحفية حفاظاً على تركيز الفريق فيما تبقى من الموسم. وفي خبر آخر، ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن النجم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي عرض خدماته على نادي برشلونة تمهيداً للرحيل عن الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قبل عام واحد من نهاية عقده مع السيتيزنز. وأوضحت الصحيفة أن سيلفا لديه رغبة قوية في اللعب بقميص برشلونة، رغم إدراكه لصعوبة إيجاد مكان أساسي داخل التشكيلة الكتالونية، خاصة في ظل امتلاك النادي مجموعة متكاملة من لاعبي خط الوسط، وهو ما دفع الإدارة الرياضية لبحث الأمر بجدية ضمن خططها لتعزيز وسط الملعب الهجومي خلال الصيف. وكشفت سبورت أن وكيل اللاعب خورخي مينديز ناقش فكرة انتقال سيلفا إلى برشلونة في أكثر من اجتماع مع رئيس النادي خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو، حيث تم التأكيد على أن مانشستر سيتي مستعد لتسهيل خروج اللاعب تقديراً لاحترافيته طوال فترة وجوده مع الفريق. وأضاف التقرير أن برناردو سيلفا يمتلك شرطاً جزائياً في عقده مع مانشستر سيتي بقيمة 50 مليون يورو، مع إمكانية التفاوض حول المبلغ، مشيراً إلى أن اللاعب أبدى استعداده لتخفيض راتبه في حال تحرك برشلونة بشكل رسمي لحسم الصفقة.